دقني طولت وهنحلق النهاردة. بقالي فترة كبيرة مش بعمل فيديوهات، فترة كبيرة يعني بتاع 10 أيام ولا حاجة. كنت سايب دي تطول، عايز أعمل دوجلاس. وشفت في الفيديو اللي فات شعري قد إيه كان باين إن هو خفيف، فغالبا برضو هتخلص منه. عايز الحلاقة تكون سريعة مش زي كل مرة. جبت المرة دي مايك، جبت مايك جديد، معرفش اذا كان الصوت دلوقتي حلو ولا وحش. هو دلوقتي المفروض ان هو مش عامل نويز كانسليشن، برضو ممكن تقولوا لي الفيديو ده الصوت فيه احسن ولا اللي فات. هفتح النويز كانسليشن ونشوف الفرق. دلوقتي النويز كانسليشن مفتوح ودلوقتي النويز كانسليشن مقفول. غالبا هسيبه مقفول لحد نص الفيديو كده ولا حاجه. ماشي، هنحلق بقى سريع سريع. استخدم مكنه الحلاقه دي، تحسها جايه من العصر الحجري. هي شكلها مستفز شويه بس هي بتحلق حلاقه قصيره جدا، فعشان كده بحبها. احساس منعش، احساس منعش بشكل مش طبيعي. نعمل حته تاكسي درايفر. مش عارف شكلها عامل ازاي من ورا. انت دلوقتي شفت الهير كات قبلي، انا ممكن اسيبها كده برضه. يخص، يا نهار اسود. يلا شيل بقى. مش عارف، كان في انمي باين، في شخصية عاملة كانت في، مش فاكر في سابق ولا لاحق او بي بليد باين حاجة كده، كان اسمه نكش. لو حد من جيل فاكره يعني. حد فاكر نكش يا اخوانا؟ هل انا دلوقتي شبه نكش كفاية؟ شيل. احساس مريح بشكل. رحت انا للدكتور عشان اوريله الشعر اللي بيقع ده. انا بقالي اكتر من 3 سنين بروح، بس يعني من 3 سنين ما كانش يعني خفيف قوي كده زي اخر فيديو. قال لي ان انا عندي قشرة في شعري، ودي ممكن تبقى سبب كبير جدا في اللي اسمه ايه ده، في وقوع الشعر. ده شعري، ده كل شعر اللي كنت فوق دماغي، شوية قليلين جدا وحاجة يعني قمة البشع. قليلين جدا، قليلين جدا. المهم يعني الدكتور كان كتب لي أدوية وحاجات زي كده. أنا بصراحة حبيت أغير اللوك شوية، فحسيت إن ممكن دي تبقى حاجة في محلها مصائب يعني. جو حر النهاردة شم نسيم. جبت المرة دي 2 فرشة حلاقة. في هنا دي مكتوب عليها إن هي أوميجا. هي بشعة، أسوأ حاجة ممكن تستخدمها يعني كفرشة. أنا استخدمتها مرة اليومين اللي فاتوا، حلقت بيها أكتر من، لا حلقت بيها مرة أو مرتين مش متأكد يعني. لا حلقت مرتين منهم، مرة حلقت بيها دي، وبتجمع مية جواها. ودي الأوميجا الأوريجينال، دي طبعا ممتازة، والفرق بينهم جنب بعض مختلفين تماما. هنا حتى كمان بيبان من
شكلها باين، يعني انت اول ما تشوفها هتعرفها، يعني هتلاقي كده الباكجينج بتاعها او التغليف بتاعها، ولا العلبة اللي هي محطوطة جواها مش علبة، هي تحسها ايه، ورق بلاستيك كده خفيف، تحسها كيس ومتشكل مربع. ودي طبعا التانية هتحسها ايه اكتر ان هي كارت بلاستيك على ان هي كيس كده او حاجة شيك او رخيصة. ده شكلها الاوريجينال، ده شكلها، وده شكل التانية يعني. انا جايبها عشان خاطر الفيديو، مش عشان خاطر حاجة، وعشان خاطر برضو اشوف هي قد ايه سيئة يعني. دي التانية المضروبة، مش مكتوب عليها اي حاجة، البلاستيك بتاعها خفيف جدا. هي التانية تحسها تقيلة كده ومحملة. دي اوريجينال، دي مضروبة. ده شكلهم جنب بعض بالظبط. مش متأكد اذا كان الشعر ده طبيعي ولا سنتاتيك، بس غالبا سنتاتيك. ده هنا شعر طبيعي طبعا، ممتاز. بيبان برضو من ريحتها بتبقى وحشة. دي برضو ريحتها وحشة، الاتنين ريحتهم وحشة، بس يعني بعد كده استخدام بيبقوا أحسن كتير يعني. طبعا أول ما تيجي تستخدمهم لازم تغسلهم كويس بمية وصابون، اللي هو الصابون بتاع الإيد العادي. حاول تشطفهم شطفة قوية يعني. هشطفهم وارجع لكم تاني. ده شكلهم بعد ما اتشطفوا. هنا دي معبية هنا كده جواها مية، معرفش يعني ممكن تكون مفتوحة منين كده، دخلت مية في المرتين أو المرة اللي كنت استخدمتها فيها. ده شكلهم بعد ما اتشطفوا كويس. مهم جدا إن أنت تشطف الفرشة اللي أنت بتستخدمها، تشطفها كويس قبل أول استخدامين تلاتة كده. لازم تشطفها كويس أوي بصابون عشان تطير منها ريحة. هي لسه دلوقتي طبعا فيها ريحة، ودي برضو لسه فيها ريحة، بس انت تبقى محتاج تشطفهم كويس يعني. دي برضو من الفرش اللي كنت استخدمتها في الفيديوهات اللي فاتت. دي بعد ما بتستخدم فترة، مش يعني بتستخدم كام مرة، بتبقى شبه دي كده، بتكبر كده، بتنفش. وطبعا هي برضو ما بتنشف يعني، لما انت تنشفها بعد الاستخدام هتلاقيها كل فترة بتبقى بيبقى شكلها احسن يعني. بس دي من الفرش الكويسة جدا. كنت اديت واحدة زيها لحد من اصحابي قبل كده، فكنت شفتها في محل قريب وجبتها تاني. ماشي، هنعمل فوم عشان احلى هنا وهنا، تبقى ظبطت خالص. ممكن برضه لو لقيت ان هي مش راضية تعمل فوم تاني، ممكن يعني تنبل ايدك تحت المية، تحط كام نقطة كده وتكمل. تعرف منين بقى اذا كان الصابون جاهز للحلاقة؟ لما تلاقي البابلز بتاعته تقعد تصغر، كل ما تصغر اكتر تبقى بابلز صغيرة، وتبقى تلاقيها عاملة زي الزبادي كده شوية. ده كده انت يعتبر بقى مجهز الصابون بتاعك او الفوم بتاعك. هنشتغل بالتانية شوية. دلوقتي بقوا جاهزين. اعمل ايه بقى؟ هعمل بدي فوم هنا وهعمل بدي فوم هنا. نشتغل بالنظيفة الاول. سيئة بشعة. لقيت حد خشنة جدا، وشعرها واقف كده، مش مطريش مطرح ما اتبلت يعني. مش عارف اعملها كده واشتغل بيها. خشنة جامد، تحسها دبابيس،
مش شعر. معرفش بقى لو اتنقعت فترة أكبر مثلا ممكن تبقى أحسن بقى ولا إيه، معرفش. بس هي حتى يعني باين من صوتها تحسيها إن هي مقشة. خشنة جدا، خشنة جدا، ومبتعملش فوم، بتوقع فوم منها. ده كده الفوم اللي أنا طلعته منها، هستخدمه كده بإيدي. موقع شعر سيئة جدا، يعني محدش يجيبها خالص. هنستخدم النهاردة الروكويل. مش هجرب النهاردة حاجة جديدة أكتر من الفرشة دي. جربت في الأيام اللي فاتت حلقت باليورو ماكس، ده ما كانش حلو خالص، تلم وبيشد الشعر، مش حلو، مش حلو أوي يعني. هو أصلا مش منتشر كده كده، محدش هيلاقيه بسهولة. وجبت مكن حلاقة جديد. مكنة الحلاقة دي ناست ميد ان انجلند، مكنة قديمة جدا. كان حاسس ان يعني دي اللي كانت مع جدي متهيألي زمان او حاجة. مكتوب هنا ميد ان انجلند، مش عارف باين ولا لا. متهيألي حد اصلا عمل لها هنا كاستوم ميد، عمل لها هنا خرمين. متهيألي كان بيحط هنا مشط او حاجة اللي هو زي ده كده، اللي هو ب3 سنون كده. فهو عامل لها هنا حاجة كاستوم ميد كده. هي ما بتتمسكش اصلا ب3 سنون، هي بتتمسك الاتنين في بعض، بيتمسكوا ببعض يعني. مكسل اشرح. وجبت برضو مكنة حلاقة تانية. الاتنين دول نحاس ما بيمسكش خالص في المغناطيس او كده. فاللي فوق هنا ده مش صدى، ده الكروم بليت اتقشر فبقى باين النحاس بتاعه. المكانتين طوال وحلوين جدا. دي هنا ميد ان بالستاين 1945. مكنة حلاقة قديمة جدا. هي حالتها مش احسن حاجة، بس انا جبتها عشان خاطر الكوليكشن بتاعي يعني، وعشان لقيت ان هي ميد ان بالستاين، حسيت ان هي حاجة نادرة يعني جدا. ماشي. في المرات برضو اللي حلقت فيها لوحدي حلقت بالبتاع ده اللي انا كنت بحكي لكم عليه في الفيديو اللي كنت حلقت فيه بالستريت ريزور. ده بشع يعني. طلع مكنة الحلاقة التانية اللي هي المعدن اللي لونها اسود دي هي اللي كانت حلوة، مش الموس هو اللي كان حلو. زائد برضو ان الموس برضو كان حلو، بس دي انا حطيت فيها نفس الموس، كانت بشعة لأبعد حد يعني. دي بلاقيها عند الحلاق، وغالبا الحلاق بيشتغل بيها، بس اعتقد يعني هو ممكن برضو بايده في حرفيته وكده، وعشان واخد عليها ممكن يبقى بيشتغل بيها كويس يعني. لكن هي مش حلوة خالص. لو حد عايز يجرب الستريت ريزور يحاول يجيب المكنة اللي انا كنت مستخدمها في الفيديو اللي فات او الفيديو اللي قبل، مش فاكر اوي يعني. هستخدم دوركو في السيفتي ريزور الروكويل. هو انا رغاية يا اخوانا، بحس ان انا برغي كتير اوي، خربت الرغي يعني. انا عايز انجز الفيديو دلوقتي 25 دقيقة، هحاول ابقى هقصره يعني. عادة لما بحلق لوحدي يعني ما باخدش الوقت ده كله. انتوا اللي معطليني ولا ايه؟ لا بهزر. دلوقتي هنحلق بقى، مش محتاج اظبط انا رحت للدكتور بقى، كتب لي ادوية امشي عليها وعشان خاطر شعري يطلع تاني بقى وبتاع. بيقول ان دي مش صلع وراثي. انا حسيت ان انا عايز احلق كده واخد العلاج وشعري يطلع على نظافة يعني. معرفش العملية دي هتاخد وقت قد ايه، وعشان برضه حسيت ان انا عايز اعمل نيو لوك.
في ناس شعرها بيخف، وبيخف بقى من النص جامد زي كده، وممكن مثلا اكتر مني، يقوم جايب الشعر اللي هنا، ويقوم جايب الشعر اللي هنا، يفضل يحارب الموضوع خرج عن ايدك. يا تحلق شعرك ربطة، يا تشوف حل، اعمل زراعة، روح للدكتور هيطلب منك تحاليل، ممكن يبقى الموضوع اصلا مش صلع وراثي، انت وحظك يعني. بس انت خلاص اتلعنت بالصلع، ما تحاولش تخبي يعني. عايز احلق دهني وش واحد، مش عايز احلق وشين، فعشان كده بشوف بعمل تاتشب منه فيه، فيبقى وش واحد. مش عارف اجرب البتاعة دي تاني ولا لا، هجربها برضه عشان يعني لو حد شاف برضه الفيديو ده يعرف قد ايه هي فرشة سيئة. في فرش تاني مضروبة أو صيني مكتوب عليها أميجو، حاجات كده غريبة، بس أنا أحترم أميجو عشان مش بيقلدوا حد يعني، هو بيقلدوا أوميجا، أميجو، خلوها أميجو، بس هي مش أوميجا يعني، مش بيقولوا إن هي أوميجا واخدين نفس الباكجينج وعاملين نفس الشكل بتاع الفرشة. بشعة سيئة، مش عارف اشتغل بيها خالص. المفروض ان هي تبقى طرية جدا يعني. دلوقتي دي بقى اللي بقى اهم حاجة اشتغل بيها، بص هي بتفرش على الراس وبتوزع حلوة. ممكن برضه نديها بختين مية ورد. بصوا الفرشة بتفرش بسهولة ازاي. دي تحسها دبابيس بتغرز في الراس او بتغرز في الجلد، مش بتفرش يعني. انا دلوقتي دوست جامد اوي عشان تفرش، ما يفرش جدا. انت تحس ان انت تشتغل بمقشة وشالت بتشيل الفوم، انت بتدوس جامد عشان تفرش. مش حلو خالص، متعملش فوم بيطلع منها وبيجي على ايدك كده، هنا بيفضل الفوم فيها وبتكمل في البتاع ده. كمل في ايه، نسيت والله. بتكمل في عملية فوم يعني بشكل احسن. الرينج لايت فصل زي كل مرة. في حد قال لي ان اسيبه متوصل في الشاحن، ان هو كده هيبقى احسن يعني، وبتاع ان انا مش هاخد دور. اجرب الموضوع ده المرة الجاية. هبقى اجيب سلك طويل، مش عارف ليه ما جبتش، نسيت متهيألي. لا محتاجين صابون تاني، هعمل صابون واجي. شايلة كمية فوم محترمة تفرش. دلوقتي هنقوم جايين، مش عارف نسيت ولا ايه، هحلق الجناب الأول، لأن الجناب شعرها نازل كده، فانت لما بتيجي تشدها كده تحلقها ايه بشكل عريض. مش لازم تحلق راسك في الاتجاه بتاع الشعر وبعد كده عكسي وبتاع،
بس ما تحلقهاش برضو عكسي مرة واحدة، يعني ممكن تحلقها من أول وش بشكل عارضي وبعد كده تبقى تحلقها عكسي، بس يعني هو بشكل عارضي كفاية يعني. كده كده تحلق زلبطة يعني، هتكون زلبطة كفاية بشكل عارضي. طورتها. يبقوا خلوا بالكوا يا اخوانا عشان عايز انجز، بس هي أول مرة أطور في دماغي يعني، بس عشان بحلق بسرعة واتسرعت. متهيألي خفيفة يعني ولا حاجة، يا نهار أبيض لا مش خفيفة. طلع واحدة اللي جابت مش عارف حتى هي فين أصلا، أنا مش شايفها. لو انتوا شايفين برضه الحلاوة كده. أنا فاكر إن دي كانت طريقة كويسة لحلاقة الراس يعني كده كده أصلا جلد الراس بيبقى مشدود، فصعب إن أنت تتعور يعني. خلوا بالكم. شفتوا الحركة دي؟ انت هتعور دلوقتي كمان، عمال اقول لكم خلوا بالكم، بس انا برضه عشان عايز انجز اخلي الفيديو قصير، هموت نفسي عشان الفيديو يبقى قصير. مع اني ممكن اعمل مونتاج واسرع السبيد، بس ليه؟ لازم اتابعها طبعا. شكلي مجمع بين شوية حاجات مش عارف، كل ما بحلق بشوف الحاجات دي يعني. خليها نويز كانسليشن دلوقتي نويز كانسليشن، يقولوا لي بقى الفرق احسن كده. شكلي مجمع بين 3 حاجات: اندرتيكر، الاندرتيكر، وتريبل اتش، وجزار. 3 حاجات دول او ده اللي في دماغي يعني. بحاول اكون اندرتيكر تريبل اتش، بس الحقيقة ان انا شكلي جزار اكتر. بس كده يا اخويا خلصت الحاجة. دلوقتي ده شكلي، دي عايزة تتظبط شوية، ممكن اظبطها بعد الفيديو، بس ده مجمل الحلقة يعني.